خلي بالك، القصة دي ممكن تخليك تفكر مليون مرة قبل ما تعدي جنب المقابر بالليل. من غير مقدمات طويلة، كان في راجل كبير في السن من بلدنا، الكل كان بيناديه الشيخ ده كان شغلته يرعى الغنم. كل يوم بدري يصحى ياخد غنمه ويمشي بيهم حوالي 10 دقايق من بيته لحد ما يوصل للمقابر. هناك يستنى باقي أهل القرية اللي جايين برضو بغنمهم، وبعدها يطلعوا سوا على الجبل يرعوا. لكن في يوم من الأيام وهو واقف عند المقابر مستني الناس، لمح بنت واقفة عند قبر. البنت بصت له وقالت: صباح الخير يا عم. هو استغرب ورد: صباح الخير يا بنتي. كان فاكرها واحدة من نسوان القرية اللي جايين بالغنم، لكن هنا الصدمة. البنت قالت له: عم الشيخ، أنا اسمي ره عين، أنا عايزة منك طلب. روح لأهلي وقول لهم يبطلوا يبكوا عليا، الدموع دي بتعذبني. وقول لهم في شعر قديم في دولاب هدومي يطلعوه ويحرقوه. أرجوك قول لهم كده وبطلوا بكاء. الشيخ اتلخبط وقال: ازاي يعني؟ وأول ما مد ايده ليها، البنت اختفت قدام عينيه. الراجل وقع على الأرض من الخضة وأغمى عليه. الناس لقوه واقع، خدوه بسرعة على المستشفى، وبعد ما فاق حكى اللي حصل. طبعا الكل ما صدقهوش، بس هو أصر وقال: لو مش مصدقين روحوا على دولاب هدومها، هتلاقوا شعر قديم جوه، هاتوه واحرقوه. وفعلا أهل البنت راحوا ولقوا الشعر بنفس الوصف اللي قاله، طلعوه وحرقوه. ومن بعدها الموضوع اتقفل. والشيخ عاش بعد الحادثة دي سنين، لكنه مات من حوالي 7 سنين. والقصة دي لسه ناس كتير في شمال العراق فاكرينها وبيحكوها لحد دلوقتي. القصة دي حقيقية 100%، وانت حر تصدق او تكذب، لكن اللي شاف عمره ما بينسى. لو عجبتك القصة اعمل لايك للفيديو، وتابعني لو على تيك توك، او اشترك في القناة لو على يوتيوب. وخليك دايما فاكر، الرعب الحقيقي لسه ما بدأش، الرعب لسه هيبتدي.